ما الذي حمل الصحابة رضي الله عنهم ففارقوا بلدهم وهاجروا منها وتركوا أوطانهم وجعلهم يتلذذون بذلك؟ ما الذي حملهم على الخروج من الدنيا وجمالها ورونقها وراحتها إلى مكابدة الأعداء وطعن السيوف وضرب الرقاب وسيلان الدماء واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان إذا طالع في السيرة وقرأ في تراجم الصحابة يجد عجبا عجابا وبحرا زاخرا يزيد المسلم إيمانا ويزيده تقوى وخشية لله واستصغارا لنفسه وعمله الذي يريد أن ينجو به أمام الله سبحانه وتعالى. بتتحير لما تقرأ في سيرة صحابي تلقاه يطعن ويسيل منه الدم ويصارع الموت وهو يقول لأصحابه أنه بريء منهم إذا خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بعد أن قتل الأمراء في غزوة مؤتة وتأخرت نفسه قليلا قال لها يا قومي قال لها يا نفس أقسمت بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن إن أقبل القوم وشدوا الرن ما لي أراك تكرهين الجنة. يا نفس إلا تقتلي تموتي وفي سبيل الله ما لقيت إن تفعلي فعله ما هديتي. يا نفس ماذا تريدين؟ أما فلانة زوجته فطالق ثلاثا وأما الفرس فينحرها ثم يقاتل الأعداء حتى يموت. ما الذي حمل هؤلاء الأبرار الأطهار إلى مكابدة الهواجر؟ كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لما حضره الموت قال اللهم إنك تعلم أنني ما كنت أحب المكوث في الدنيا لغرس الأشجار أو لشق الأنهار ولكن لمكابدة الأيام والصيام في الهواجر ومكابدة القيام في الليل. الإنسان لو جعل هذا الأمر حيالة وتذكره فإنه لا نقول لا تشق عليه الطاعات وتصعب عليه بل سيستمتع بطاعة الله سبحانه وتعالى.